السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم ان شاء الله كيف كتلاحظوا معايا نصايب معكم هذا البني اللي كيجي اكثر من رائع. كيجي خفيف وكيجي من الداخل خاوي كله. كيف غتلاحظوا معايا هنايا هادو غير ديك الصغيورين اللي كيبقاو داخل وسط المرشم كيجيو خاويين من الداخل. كيف غتلاحظوا معايا كيجيو خاويين، كيجيو بحال البالونه. وهادو الكبار كيف كيجيو رائعين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ديروا اشتراك واللايك، وشكرا بزاف. ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير. هنا بسم الله على بركه الله. عندي في واحد البول 500 غرام ديال الفورس الدقيق الابيض، كندير رشيشه ديال الملح، عندي معلقه ونص ديال الزبده اللي كتكون مذوبه، عندي كيس ديال الخميره من فئه 7 غرام، وكيس ديال الفاني. والتنسيمه كتبقى على حساب الذوق ديال كل واحد. عندي هنايا قشور ديال الحامض اللي كيكونوا مبشورين كيعطيو واحد المذاق اللي رائع بزاف. عندي بيضه متوسطه، عندي معلقه ونص ديال السكر سنيده، معلقه ونص ديال زيت المائده، وعندي معلقه ديال الخميره ديال الخبز كنكون مرطباها في شويه ديال الماء دافي. صافي هاد المقادير هادو ضروري كندخلهم مزيان في الدقيق حتى كيدخل يعني كلشي مزيان كينسجم، وكنكون مدفيه الماء ومخليه على جنب، وكنبقى نزيد الماء غير بالتدريج في الدقيق ديالي حتى كيعطيني القوام اللي كنكون باغيه. صافي هنا كيدخل ضروري داك المقادير كندخلوها في الدقيق مزيان، وعاد كنبداو نعجنو. صافي كنزيد الماء غير بشويه. هاد العجينه ضروري ندلكوها ونخليوها شويه رطبه باش كيجي البني ديالنا كيجي منفوخ وكيجي ما كيجيناش ثقيل من الداخل. صافي كنجمع بحال هكا وكندلك. البنت هي اللي كتعجن لي هاد البني ديالاتها صغيورين. صافي كنبقى نزيد الماء غير بشويه بشويه وانا كندلك حتى كتولي العجينه ديالنا مدلوكه. العجينه ديالي كتجي على هاد القوام هذا. هنايا كندير واحد البلاستيك غذائي وكنغطي به العجينه ديالي حتى كطلع فيها الخميره. صافي ضروري كنخليو حتى تطلع فيها الخميره. وهنا العجينه ديالنا كيف كتشوفوا اختمرت، انا غفلت عليها شويه، اختمرت اكثر من داكشي اللي كنت باغا تختمر. صافي هنا كنجمع العجينه ديالي، كنخرج ديك الهواء باش غادي نطلقها. صافي هنا خرج ديك الهواء من العجينه ديالي. كيف كتشوفوا العجينه رطبه مطلوقه ما شاء الله عليها. صافي كندير شويه ديال الدقيق. صافي كنقطع واحد الجزء من العجينه ديالي، عجينه غزاله مطلوقه. كنزيد الدقيق باش ما كتلتصقش معايا. صافي كنجمع العجينه بحال ما هكايا. وكندير الدقيق وكنطلق ندلك. كتشوفوا العجينه شحال كتعطي ديك البيوقات والرطوبه باش كتجينا منفوخه. هنا انا عندي هاد المرشم هذا، العجينه كتجي على هاد السمك هذا كتلاحظوا. وعندي هذا المرشم هذا الا بغيت نقطع به ونتقب في الوسط بهذا، يعني كيبقى الاختيار، ولا غير بشي زلافه الا ما كانش عندنا المرشم، يعني ماشي بالضروري يكون عندنا المراشم. صافي كنقطع
صافي كتجي على شكل هذا العجينه ديالي. ضروري ما كنقادها ملي كنحطها في الصينيه، كندير واحد المنديل كيف كتلاحظوا معايا، وكنبقى كنقطع وكنستف وكنقاد الا كانت العجينه ديالي ما مقاداش. وهاد الوسيط هذا حتى هو كنخليه باش كنقليه، كيجي رائع بزاف، كيجي خاوي من الداخل، كيجي بحال شي بالونه. صافي كنستمر هكا حتى كنكمل العجينه ديالي كامله ونقلب طيح حتى يختمر، ونتلاقاو باش نقليو البنيه ديالنا. وهنا بعد ما اختمر البنيه ديالي كيف كتشوفوا، صافي غادي ندير الزيت يسخن باش نطيبو. هنايا ديك يعني هادو الصغيورين كيجيو طالعين تبارك الله، كيجيو غزالين. غادي نطيبهم هما الاولين حيت هما اختمروا قبل من الاخرين. وهنايا الزيت كنسخن الزيت، وهذا السكر عندي هنا واحد الكاس وربع ديال السكر سنيده، والسكر كيبقى على حسب الكميه اللي عندكم ديال البنيه. درت فيه 2 ديال الفانيات وخلطت مزيان وخليته على جنب باش نقلي. ونقطر البنيه ديالي هنايا على البابي وعاد ندوزو في السكر. هنايا غادي نشوف وحيده واش سخنت الزيت معايا. بسم الله. مازال ما سخنتش بزاف، ولكن تقريبا راه سخونه كيف كتلاحظوا. كتبونبا كتطلع بزاف، كتجي غزاله. هاد الصغار ما كيعجبوني اكثر من الكبار. كنبقاو كنرشوا الزيت على كل حبه باش كتنفخ. شوفوا معايا شحال كتنفخت. كنقلبوها وهي باقي ما طابتش بزاف باش كتقلب معنا. تبارك الله شحال كتجي طالعه. صافي كنبقى نرمي الحبات بحال هكا. هنايا كيف كتشوفوا معايا كنبقى نرش بحال هكا الزيت. ضروري كنرشوا الزيت بحال هكا. الا قلبناهم قبل ما كنرشوا الزيت ما كيجوش منفوخين بزاف، يعني كنرشوا غير داك 2 رشيشات باش كيتنفخوا معانا. كنستمر هكا حتى كنكمل هادو اللي صغيورين كاملين، وعاد كندوز باش يبقى لي الكبار. صافي كنخرجهم من الزيت حتى كيسقطروا، وعاد كندوزهم في السكر. صافي انا كنعمر المقيله ديالي كنديرهم في مره وكنبقى نرش الزيت وكنقلبهم في مره دغيا كيتسالي القلي ديالهم. هادو غير كيطيبوا كتشوفوا معايا كيطلعوا رغيوه وحده. صافي كنبقى نقلب بحال ما هكا. النار كتكون طبيعه الحال كنقصوا النار باش كيطيبوا بخاطرهم. اصلا هما ما فيهمش ما بغيتوش العجينه بزاف لا والله غير كيطيب. هنا كندوزهم في السكر في الفاني كما ذكرت معكم. صافي بحال ما هكا كنخليهم حتى يبردوا، لان السكر الا بردوا راه ما غاديش يشد فيهم السكر. صافي بحال هكا وكنستمر حتى كنكمل القلي. هذا هو البنيه ديالي بعد ما كنسالي بالقلي. كيف كتلاحظوا كيجي كيف ما شفتوا في اول فيديو كيجي رائع بزاف، كيجي خاوي تبارك الله وهشيش. كنتمنى الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده. مع السلامه.